التحدي النهارده ان انا اتغدى واحل ب 50 جنيه بس، وانا النهارده في محطه الرمل. هنشوف كده ال 50 جنيه هينفع نتغدى ونحل منها ولا لا. شايفه دلوقتي قدامي مطعم بابا دوله، بس ما اعرفش الاقي عنده حاجه ب 50 جنيه ولا لا. عنده عروض بس العرض 65 جنيه، فكده هيبوظ لنا الميزانيه خالص، فهنبقى نشوفه بقى في تحدي ال 100 جنيه. هو في سندوتش جبنه مقليه عليه بطاطس عيش سوري ب 35 37 ماشي اتفضل. بصوا انا دلوقتي جبت السندوتش اللي هو الجبنه المقليه في العيش السوري ومعاه كمان بطاطس محمره. انا جبته من فرع المنشيه كان ب 35، فرع محطه الرمل ب 37 جنيه. دلوقتي معايا 13 جنيه. هشوف بقى كده حاجه للتحليه. قدامي هريسه الحلبي، معرفش هلاقي حاجه ب 13 جنيه دلوقتي في الزمن ده ولا لا. لقيت هريسه الحلبي القطعه ب 25 و35، ما بقاش فيه ب 10 و15 والكلام ده، فكده بقى ما فيش قدامي غير 13 جنيه. فممكن بقى ايه نخلي بدل التحليه مثلا، ممكن نجيب عصير بقى، ممكن عصير هنشوف كده. لقيت فيه هنا فريسكا ب 10 جنيه نوتيلا، وممكن كمان في حاجات ب7 كمان. يبقى انا ممكن اجيب حاجه ب7 جنيه وعصير. عايزه واحده فريسكا هوهوز. هو في محطة الرمل اسمه طرطوسية. ريحة الفريسكا حلوة جدا جدا. بصوا انا فرحانة جدا. انا جبت دلوقتي سندوتش جبنة مقلية بالبطاطس، جبت واحدة بقى فريسكا بالهوهوز ب7 جنيه، ولسه معايا 5 جنيه، يعني كمان هجيب عصير، هجيب قصب بقى. تمام، كل ده ب50 جنيه يا جماعة، والله الدنيا لسه فيها خير اهو. ندخل نجيب قصب دلوقتي. عايزة واحد قصب ب5. نعم مفيش ب5. طب ايه اصغر حاجه؟ 10 اصغر حاجه. طب ال5 ما تجيبش اي حاجه منين بجد؟ طيب خلاص ماشي. بصوا انا ما لقيتش حاجه ب5 جنيه جوه في القصب، فهضطر ان انا يعني ادفع 5 جنيه فوق ال50 جنيه، يبقى كده توتال 55 جنيه. تمام، فانا هدفع 5 جنيه بقى عشان نفسي في قصب بصراحه، يعني ما جيتش لحد هنا وما اشربش في الاخر. بصوا سامحوني بقى، انا بوظت الميزانيه وجبت القصب ما قدرتش اقاوم، فكده بالظبط صرفت 55 جنيه. بصراحه القصب لا يقاوم. نقعد كده على البحر ناكل بقى. عايزه اقول لكم ان التمشيه بس لوحدها كده في محطه الرمل، وشايفين الزحمه والناس والبحر، دي لوحدها كده بفلوس والله، يعني لا تقدر بثمن. انت تقدر تبسط نفسك بنفسك. انا بعدي دلوقتي السكه، الحمد لله عديت الطريق بسلام، والبحر اهو بقى وجماله، وعنا بقى الحاجات اللي احنا اشتريناها هنقعد كده ناكلها كده. وبجد يا جماعه الجو خطير. انا بعشق اسكندريه في الشتاء، فعلا اسكندريه دي بلد ساحره وجميله جدا جدا. بصوا بقى جمال البحر، بصوا. يلا بقى ناكل عشان انا جعانه جدا. الحاجه اهي، هوريكم دلوقتي حجم السندوتش ايه بقى يا جماعه. السندوتش بسم الله ما شاء الله كبير ازاي، حجمه حلو قوي قوي ومتحمص كده جميل، فلا مش خساره فيه 37 جنيه. ناكل بقى. بصوا السندوتش ده حلو حلاوه بجد. اجمل حاجه انكم تروحوا كده جات تدعبسوا كده على سندوتشات، بجد عندهم المنيو كبير قوي. ميكس الجبنه المقليه مع البطاطس طماطم بجد خطير. يعني تتخيلوا كده ان انتوا بتاكلوا قدامكم المنظر ده، يعني شايفين الجمال، شايفين المنظر وجماله يا جماعه. انتوا بقى بتاكلوا بلعوا برضو ايه بالقصب. يلا بقى ندخل على التحليه الفريسكا. بصوا حجمها كبير جدا بجد، وريحتها كمان حلوه قوي. مع الفريسكا مع البحر حاجه تاني. مش عارفه ازاي دي ب7 جنيه، حلوه قوي. بصوا بجد تجربه حلوه قوي قوي، كان اول مره اعملها بجد. جبت حاجات حلوه، كل اللي دفعته قدامكم 55 جنيه بس، وقعدت على المنظر الجميل ده.
يعني قاعد كده على البحر وبتاكل وبتشرب وكل حاجه، وكل اللي دفعته 55 جنيه. الواحد بيبقى محتاج يوم زي ده كده ينزل مع نفسه كده بافكار، بحاجات حلوه، يجرب حاجات جديده، مش لازم يكون معاه حد، لا ابسط نفسك بنفسك. بجد بجد انا مبسوطه جدا. وعايزه اقول لكم مطعم جاد ده من المطاعم العريقه والقديمه جدا في اسكندريه. جاد علامه من علامات اسكندريه، يعني استحاله تدخل جاد ب 50 جنيه وما تلاقيش حاجه تاكلها، لا ده انت هتلاقي حاجات، او زي ما انتوا شفتوا كده السندوتش ده ب 37 وكان في حاجات تانية اقل، بس انا عشان جربته قبل كده في فرع المنشيه وكان ب 35 بس، عجبني جدا فحبيت ان انا اقول لكم عليه. فبجد بجد بجد تجربه تحفه جدا. اسيبكم بقى مع جمال البحر. شط اسكندريه يا شط الهوى، رحنا اسكندريه رمانا الهوى.